المسيحيين في مصر وصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن براء من كل رجل يدعي ان الاسلام يأمره بغير ذلك، فالاسلام ايضا منه براء، كما ان المسيحية براء من كل من يثير الفتن الطائفية. احبتي في الله، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ادعوا الله. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. وبعد، نعم، سنذهب يوما الى فلسطين بعد بناء مصر، دولة قوية، دولة موحدة، دولة لها رئيس، دولة لها حكومة، دولة الامن فيها مستقر، والصفوف فيها متساوية، والجنود فيها جاهزون، والمسلمون في تدمير الاراضي وفي سرقة الاراضي كانوا هم السبب في افساد الحياة السياسية والاجتماعية. حينما عين المحافظون شعرنا وكأن مبارك هو الذي عينهم، كأن الرئيس مبارك هو الذي عينهم. يا دكتور عصام، التطهير يجب ان يكون شاملا، التطهير يجب ان يكون شاملا. اذا كنت تريد لمصر ان تتطهر من هذه القذارة ومن هذه القضايا المليئة بالفساد، رؤساء الجامعات نطالب بإقالتهم فيعينوا محافظين. بأي منطق هذا؟ نطالب بإقالة المحليات فيصبحوا على ما هم عليه، وكأنهم يريدون أن تأتي الانتخابات القادمة في ظل هؤلاء الفاسدين. أي عبث هذا؟ إننا من هنا من ميدان التحرير نقرر ونؤكد على كامل ولائنا واحترامنا لقواتنا المسلحة الباسلة التي حمت ثورتنا من اول يوم وحتى هذا اليوم، ولن تفلح كل الجهود التي تريد ان توقع بيننا وبين قواتنا المسلحة. لن تنجح هذه الجهود، بل انهم اي القوات المسلحة يعلنون يوما بعد يوم أو المسافة تلاحم المجتمع مسلمين ومسيحيين أو إثارة الفتن أو نشر أعمال المبتدعة. اللهم اجمع كلمتنا احبتي في الله، ونحن مع الشعب اليمني في ثورته، ومع الشعب الليبي في ثورته، ومع الشعب السوري في ثورته، ومع كل الشعوب العربية الثائرة حتى تنال حقوقها.